ابنك او بنتك عندهم تبول لا ارادي وانت قلقانه، هل دي حاجه تقلق فعلا ولا لا؟ معاكم الدكتور محمد سليمان، استشاري جراحه المسالك البوليه وامراض الذكوره والعنق. هنتكلم النهارده عن مشكله التبول اللا ارادي عند الاطفال. الاول لازم نفرق ما بين هل مشكله التبول اللا ارادي هل هي تبول لا ارادي ليلي ولا تبول لا ارادي لا يعني اثناء النوم ولا اثناء النوم والصحيان، لان في فرق كبير جدا ما بين الحاجتين دول، لازم نفرق بينهم. لو اتكلمنا عن التبول اللا ارادي الليلي اثناء النوم، ده بيبقى ليه بعض الأسباب القابلة للعلاج السريع، وإن شاء الله حالات الأطفال دول بتستجيب كويس جدا للعلاج. بتبقى مشكلتها الأساسية نتيجة عدم التوافق العضلي والعصبي ما بين المراكز في المخ والسيطرة على المثانة، ودي بتحتاج لبعض التدريبات مع بعض الأدوية البسيطة. ممكن بعض أسباب تانية زي مشاكل في التنفس عند بعض الأطفال اللي عندهم مشاكل في اللوز أو في اللحمية، أو عندهم مشاكل في الأسنان أو مشاكل في الفك، ودي بنحتاج طبعا نستشير المتخصص فيها طبقا للريفيرال من دكتور المسالك البولية. الحاجة التانية اللي ممكن تكون عاملة مشكلة بعض الالتهابات أو الحاجات اللي مرتبطة بالجهاز الهضمي زي الإمساك المزمن أو الديدان الدبوسية. بالإضافة لكده ممكن تكون بعض المشاكل النفسية اللي لازم نبقى واخدين بالنا منها ونحللها كويس قوي مع الأب والأم ومع الطفل، شاملة بعض المشاكل في المدرسة أو بعض المشاكل نتيجة سوء المعاملة من الأكبر سنا. التبول اللا إرادي بقى اللي هو أثناء النوم أو الصحيان، دي بتبقى مشكلة أكبر شوية، بتبقى مرتبطة ببعض المشاكل الهرمونية. ممكن تكون بعض المشاكل في المثانة زي المثانة العصبية، أو المشاكل في العمود الفقري، أو مشاكل في السكر. لذلك لازم في حالة وجود أو إن الأم تحس إن في بعض اللخبطة في العادات التبول عند ابنها، سواء بإن هو بيخش الحمام كتير أو ما بيخشش كتير أو بيبل نفسه أثناء وهو صاحي أو هو نايم، لازم تستشير جراح مسالك بولية لتحديد نوع العلاج اللي غالبا بيبقى علاج سلوكي ودوائي. معاكم الدكتور محمد سليمان، استشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة والعنق.